السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح نعمل الصفيحة الشامية، طبعا كتير طيبة وعن جد رح تعجبكم، فتابعوا معانا طريقتها. طبعا اليوم رح نشتغل بالعجانة، فعنا هون العجانة رح نحط فيها 5 كاسات من الطحين، رح نضيف عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة خميرة فورية وراح نبدأ نخفق المواد الجافة أو نخلط يعني مواد الجافة مع بعض. وهلأ هون راح نضيف معلقتين كبار من اللبن اللي هو الروب. طبعا هون عندنا حبة بيضة، طبعا احنا فقسناها طبعا وحطيناها. وهون ضفنا معلقة صغيرة بيكنج باودر، كمان حطينا رشة ملح. وهون رح نبدأ مثل ما شايفين بالمي، فرح نحط أول كاسة من المي. طبعا المي لازم تكون دافية، وطبعا هون كمان قوينا سرعة العجانة، نزلنا هيك بواقي الطحين وخليناها تعجن. رجعنا هون ضفنا الكاسة الثانية من المي وكملنا. طبعا بنخليها تعجن لحتى تطلع لنا العجينة بالشكل المناسب. وطبعا كمان ضفنا معلقتين كبار من الزيت. وطبعا العجانة مستمرة انه تعجن. طبعا بنخليها تعجن تقريبا هيك دقيقتين. وطبعا هون بعد ما خلصنا وطلعنا العجينة من العجانة، مثل ما انتم شايفين كيف كتير طرية وملمسها هيك كتير طري وهشة. وطبعا هون راح نقسم العجينة نصين ونبدأ نقرص العجينة ونعملها مثل كرات. فهون مثل ما انتم شايفين عنا صينية فيها شوية طحين، وطبعا راح نكور العجينة يعني بقايا الكمية الباقية يعني كلها. وهلأ هون بعد ما خلصنا الكمية كلها، هلأ راح نغطيهم ونتركهم يرتاحوا حوالي ساعة. وبهالأثناء طبعا راح نعمل اللحمة اللي هلأ راح تشوفوا طريقتها. فهلأ مثل ما شايفين راح نعمل اللحمة، فراح نضيف 300 جرام من اللحمة طبعا بصحن، وراح نضيف عليهم معلقة كبيرة ملح، رشة فلفل أسود، بصلة متوسطة الحجم مبروشة برش ناعم، رح نضيف كمان 4 معالق من دبس الرمان، معلقة زبادي كبيرة، ومعلقتين كبار من طحينة. وطبعا راح نحط كمان رشة زنجبيل. وهلأ راح ندعك المواد ويعني نخلطها منيح مع بعض.
طبعا هون بعد ما ريحنا العجينة حوالي ساعة هلا رجعنا له، ومثل ما شايفين كيف هيك نفشت وهلأ نحن هون عنا صينية الفرن حطينا عليها ورق زبدة، وهلأ راح نبدأ بالعجينة. فمثل ما انتم شايفين أخذنا العجينة وحطيناها أو لكيناها بالطحين من الوجه ومن القفا، وبعدين حطيناها على المكان اللي عم نشتغل عليه مثل ما شايفين، وبدينا بالشوبك نمدها. طبعا لازم تحاولوا تمدوها قد ما بتقدروا، تحاولوا ترققوها وتخلوها رقيقة قد ما بتقدروا علشان ما تيبس معاكم وهيك. فمثل ما انتم شايفين كيف رققناها، وبعدين رح نبدأ نحط عليها اللحمة. طبعا بنوزع اللحمة عليها كلها، بنحاول نخفي الوجه تبع العجينة باللحمة. وطبعا بعدين شلناها وحطيناها بالصينية. وهلأ طبعا رح نكمل الباقي بنفس الطريقة. نحن هون ورجيناكم بشكل سريع حبة تانية كيف سويناها. وطبعا نحن شغلنا الفرن من أول على درجة 220. طبعا لازم تكون الدرجة عالية، ما لازم نخلي درجة الفرن واطية. وطبعا نحن هون حطينا عليها صنوبر مثل ما انتم شايفين وزعناه. وهلأ رح ندخل أول صينية على الفرن. طبعا نحن حطينا بأول صينية 3 حبات، وبعدين كمان حطينا بالصينية الثانية يعني، وكمان بالصينية الثالثة يعني. وطبعا بندخلهم على الفرن على دفعات يعني بعد ما تخلص أول وحدة. فهون طبعا خلصت معانا أول وحدة مثل ما انتم شايفين كيف كمان من تحت مستوية، وشكلها عن جد بشهي وريحتها كتير طيبة. فهلأ نحن على طول رح نحطها ونغطيها علشان ما تيبس معانا. هون كمان ختمنا الصينية الثانية. وطبعا بهيك صارت عنا جاهزة. طبعا مثل ما انتم شايفين شكلها كتير طيب، وكمان ريحتها وطعمتها كتير طيبة. عن جد بنصحكم انكم تجربوها. طبعا كمان مثل ما انتم شايفين كتير طرية وبتنلف بكل سهولة وما بتتكسر. فعن جد بنصحكم انكم تجربوها. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا حبيتوا. لا تنسوا اذا حبيتوا الفيديو تحطوا لنا لايك وتشتركوا بقناتنا مشان توصلوا اشعارات فيديوهاتنا الجاي، وبنشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.